حكومة جه في بيتنا وخد خدني في ملجأ عشان ماما وبابا كانوا مش عارفين ركز معايا. عندي 5 أخوات. بابا كان عيان من أنا عندي 4 سنين، عنده شيزوفرينيا. وأول حاجة حصلت وأنا عندي 3 سنين إن هو جه بالسكينة في أوضة، وكنت عايزة أخلص من عياله عشان هموت إن شاء الله وإحنا نضيف والروح بتاعنا لسه ما شفتش حاجة وحشة، وعشان هو كان عيان. بالنسبة للشيزوفرينيا الناس عارفين إن في 2 different personalities، بس موضوع أكتر من كده بالكتير. هم مش عارفين إيه الحقيقي وإيه مش الحقيقي. هو سامع صوت معينة، بيسمع كلام صوت في أوضة مثلا قافل النور، افتح النور، دي الأول قبل أنت مش عارف أنت أصلا مين وحاجات دي كلها. حصلت إن هو سمعت صوت إن الجيران بتاعنا كان في حفلة تقريبا حاجة كده، دي جي معينة عملت عنده ايمج كده دارك شوية مش عارفة ايه، وهو قال أنا مش عايزة عيالي بيلعب مع العيال جيران تاني. وبالليل هو كلمت مع أمي كتير وجاي له حاجة زي كده تانل فيو، قال لا ده انفلونس وحشة، أنا عايزة عيالي روح لربنا من غير أي سينز ومن غير أي حاجة وحشة. وقالت في يوم ده إن هو محتاجة خلص مننا احنا كلنا. فهو في دماغه هو كان بيحميكوا بالظبط. وأمي ما عرفتش هي ساعدنا ولا ساعده تعمل ايه. وفي آخر دخلت في الأوضة وراه وجبت الجيران، قالت مش عارفة جيب الجيران ولا ركز على عيالي، مش عارفة أعمل ايه. الخلاصة الستوري دي إن هو قاعدة في كلينيك وفي مستشفى في ألمانيا، ومش عارفة اطلع برا عشان لازم ياخد دواء معينة عشان مش عامل حاجة خطر للناس. وأنا كنت عايش من غير بابا، وجاي ستيب فادر بابا جدي ماما اتجوزت مرة تانية. حد كان منديش بعده حياة سهلة. وهو أنا فهمت دلوقتي إن هو كان محتاجة عائلة، مش إن هو مسؤول على العائلة. يعني هو عايز يعمل نفسه طفل من أطفال كتير، مش عارفة تاخد الرول بتاع حد مسؤول يعني. ده مش فاهم الحتة دي. يعني لما ماما اتجوزت تاني، الراجل ده مامتك كان اتجوزت واحد تاني بعد ما باباك دخل المستشفى بعديها ب3 سنين. بس هو كان عنده مشاكل، عنده شيزوفرينيا. لا الراجل الجديد ده عمره كان عنده عائلة، وعمره حسيت بالدافية بتاعت عائلة. وكنت سمعت بس ان هي عندها عيال كتير وبيت بقى حلو كده، وهو شفت نفسه عايز ان انا حتة من الحتة دي. كان مش راجل اخد مسؤولية بتاعت العائلة، بس عايز اخد الدافية بتاعت العائلة. هو الراجل اللي مامتك قابلته جديد وكانت عايزة كده هتتجوزه، ما كانش عنده عيلة، فهو شاف ان هي عندها عيلة ودفى وكده، فقال انا عايز احس الاحساس ده. بس من غير المسؤولية، هو مش عايز المسؤولية. وبعد كده كان غيران قوي لما ماما قاعدة معنا وعايز اخد الاتنشن كله، وعملت بقى كب كتير عشان بحبه أكتر مننا وحاجة غريبة. على بعدها هي خلفت 2 مرتين تاني كده، إحنا 6 في البيت، وهو عيان وعامل مشاكل كتير. كان في ضرب، هو كان ايكوهوليك، كان lot of violence، مدمن خمور يعني. أنا غالبا كل يوم في مدرسة الناس بيسألني أنتي ايه كل الوان ده الجلد، وانا قلت لا انا خبطت وانا عندي حادثه مش عارفه، مش عايز اقول اللي بيحصل في البيت. كان بيضربكم يعني؟ مره الجيران جبت البوليس عشان صريخ عالي قوي، ولاني انا علقت كده وخدني برا، وعايش في ملجأ 1.5 سنة. وقصه ان شاء الله حاجه بوزيتيف قوي. بس الاول حته بتاعت حياتي كانت صعبه، بس الحمد لله. وانا بعد سنين أسألت، وأنا عملت عمرة، أسألت ربنا ليه حصلت كده. قالت لي أنتي عمري هتسيب العالم وبلدك والدين وكل حاجة وتعمل حاجة من الأول خالص لو الدنيا مسبوطة. يعني أنتي محتاجة، كل ده كان حصل لسبب، كان في حاجة كويسة في الموضوع ده، كان بيخليني واصل للحته اللي انا فيه دلوقتي الحمد لله. يعني انا شايفه دي حاجه بديني قوه دلوقتي. طبعا هو لازم الحد يبقى كانه كانت ضغط كتير وحصل في مشاكل كتير عشان لما يجي الوقت ده تبقي مستعده لكده، وفعلا تبقي عندك رساله معينه.